كل حاجة بنخسرها في احتمال انك انت تقدر تعوضها. الفلوس ممكن تعوضها، الصحة ممكن تتحسن، العلاقات ممكن تتصلح، لكن الوقت اللي بيروح هترجعه تاني ازاي؟ خلاص مش ممكن. لو عايز تعرف ازاي تحافظ على وقتك وازاي تدير وقتك ويومك وتقدر تتحكم في كل امور حياتك، تابعني. اليوم 24 ساعة، كلنا عندنا نفس ال 24 ساعة. الطالب عنده 24 ساعة، اللي بيشتغل شغلة واحدة عنده 24 ساعة، اللي بيشتغل شغلتين في اليوم برضه عنده 24 ساعة. ست البيت اللي بتشتغل وتدرس وتراعي بيتها وأولادها برضه عندها نفس ال 24 ساعة. ده حتى الكائن المهندس عنده نفس ال 24 ساعة. لكن انتاجيتك في اليوم وحجم انجازك بيتوقف على ازاي تستغل ال 24 ساعة دول. انت اللي بتتحكم فيهم ولا سايبهم هم اللي يتحكموا فيك وسايب كل حاجة في حياتك تحصل بالصدفة؟ تنظيم الوقت مش رفاهية، تنظيم الوقت ضرورة، وخصوصا في الأيام اللي احنا بنعيشها دلوقتي مع كتر الضغوط والأعباء والالتزامات والمهام الكتيرة اللي لازم نعملها كل يوم، بالإضافة لكل المشتتات اللي موجودة حوالينا. وعشان كده أصبح من الضروري جدا إننا ننظم وقتنا. لو عندك هدف ولو عندك طموح وعايز تنجح، لازم وضروري إنك تنظم وقتك. ومش بس عشان نجاحك وعشان طموحك، لا، تنظيم الوقت هيخليك تحس بالسلام والهدوء النفسي وراحة نفسية كبيرة جدا. طول ما انت مش منظم وقتك صدقني هتحس ان اعباء الدنيا كلها عليك، حتى لو انت قاعد على الكنبة وما بتعملش اي حاجة، لكن دماغك شغالة وعارفة ايه اللي انت المفروض تعمله وراكنه. فعشان كده ما بتكونش مستريح ابدا، حتى لو انت نايم على المخدة بتلاقي نفسك بتفكر في الحاجات اللي كان المفروض تعملها وما بتعملهاش، وضميرك بينقح عليك قوي، وخصوصا وقت ما تنام. تصحى الصبح يرجع ينام تاني عادي. لكن لو نظمت وقتك وحطيت لدماغك دي قوانين تمشي عليها، الموضوع هيفرق معاك خالص وعن تجربة. وعشان نقدر ننظم وقتنا لازم الأول نقعد ونحدد أهدافنا، ومش بس كده، لازم نكون عارفين هنعمل إيه إمتى، لأن كل شخص فينا ملوش دور واحد في الحياة، لا، ليه كذا دور بيقوم بيه. يعني أول حاجة لنا دور ناحية ربنا سبحانه وتعالى، ربنا خلقنا أولا عشان نعبده، ففي مهام بنقوم بيها في العبادة، أقلها الصلوات الخمسة، لو قراءة ورد من القرآن أو قراءة الأذكار، أبسط المهام اللي ممكن تقوم بيها تجاه ربنا سبحانه وتعالى. بالإضافة إنك بتلعب دور كزوج أو كزوجة، وبالتالي في أهداف المفروض أقوم بيها تجاه الآخر، والأهداف دي عشان تتحقق بتتطلب القيام بمهام معينة لازم أحطها من ضمن أهدافي. وفي أهداف طبعا عايزة أحققها في شغلي، أهداف عايزة أحققها ناحية ولادي، أهداف عايزة أحققها ناحية أسرتي وعيلتي، أهداف ناحية صحابي، وأهداف شخصية ليا أنا عايزة أحققها. هو أنا ماليش نفس ولا إيه؟ مش عايزين طبعا ننسى نفسنا في وسط الزحمة دي كلها. لازم تحط أهداف تجاه نفسك. عايز تطور نفسك في حاجة معينة، عايز ترفه عن نفسك، مش عيب. عايز تمارس هواية معينة أو تعمل أي حاجة أنت بتحبها، ده حق. أيا كان اللي أنت عايز تقوم بيه تجاه نفسك، حط وقت في جدولك لنفسك. وطبعا واحنا بنحط الاهداف ديت بنكون حاطين في اعتبارنا ان طبعا في اهداف يوميه، يعني انا النهارده في حاجات معينه انا لازم احققها، وفي اهداف على المدى البعيد شويه لمده شهر، وفي اهداف عايزه احققها على مدى السنه كلها، وفي اهداف عندي انا بحققها على المدى البعيد. فلازم وانا بقسم يومي لازم احط في اعتباري كل المهام والاهداف اللي انا عايزه احققها على المدى القريب وعلى المدى البعيد. بعد ما حددت كل أهدافي اللي أنا المفروض أعملها، هبدأ أعيد ترتيبها من خلال أولوياتي، الأهم فالمهم. وفي نموذج مهم جدا ممكن نستخدمه في إدارة وقتنا، اسمه نموذج أيزنهاور لإدارة الأولويات. أيزنهاور ده عمل لنا جدول قسمه ل4 أجزاء نقدر من خلالها إن إحنا نحدد أولوياتنا. ال4 أقسام في جدول أيزنهاور عبارة عن هام وضروري، القسم الثاني هام لكنه غير ضروري، القسم الثالث غير هام لكنه ضروري، القسم الرابع غير هام وغير ضروري. القسم الأول هام وضروري، وده عبارة عن المهام اللي أنا المفروض أقوم بيها دلوقتي واللي ما ينفعش إن هي تتأجل، زي الأمور الطارئة اللي ممكن تطرأ لي كده في اليوم، حد تعبان أو في مشكلة لازم أحلها، أو بشتغل على مشروع معين بس لازم يخلص النهاردة، أو عندي امتحان فلازم أذاكر. الحاجات المهمة واللي ما ينفعش إن هي تتأجل. تاني مربع هو هام لكنه غير ضروري، وده زي الأهداف المهمة اللي أنا عايزة أحققها بس على مدى بعيد شوية، زي إني عايز أطور نفسي، أتعلم مهارة معينة، أو عايز أغير عاداتي، أكتسب عادة جديدة، أو إني عايز أتعلم لغة معينة وأطور منها.
ودي مهام لازم اخصص لها وقت، لكن مش بالضروري ان الوقت ده يكون النهارده، لكن من الضروري اني اكون عامل خطه وحاطط لها اوقات معينه في ايام معينه، وكمان لازم التزم بيه. المربع الثالث وهو غير هام لكنه ضروري، ودي عباره عن المهام اللي ضروري اقوم بيها لكنها مش مهمه قوي، يعني ممكن اعملها انا بنفسي او ممكن اوكل حد يعملها بدالي لو ينفع، يعني زي شغل البيت، او اني اروح مثلا اوصل الاولاد المدرسه واجيبهم من المدرسه، ده ممكن يكون في باص مثلا هو اللي بيقوم بالمهمه دي، او ممكن اوكل حد بدالي ان هو يقوم بالمهمه دي. ودي الاعمال اللي ضروري اعملها رغم ان هي مش مهمه، زي مثلا اني انظف البيت، دي حاجه مثلا ممكن ما تكونش مهمه لكن لازم تتعمل، ممكن انا اعملها او ممكن اكلف حد ان هو يعملها بالنيابه عني. وزي طبعا ان انا اشتري حاجات البيت، ممكن انا انزل اشتريها، وممكن اوفر على نفسي مجهود شراء طلبات البيت دي واطلبها دليفري لو اقدر، او المشوار اللي بضطر اروحه عشان اودي الولاد المدرسه واجيبهم، ممكن الاقي البديل في باص مثلا يودي الولاد ويجيبهم، او حد يتكفل بالموضوع ده بدالي عشان انا اقدر اقوم بالمهام المهمه اللي لازم انا بنفسي اللي اقوم بيها. ولو مش متوفر طبعا ان احنا نجيب حد مكاننا، فمعلش نخصص لها وقت في اليوم ونتسحل احنا فيها، بس نحاول على قد ما نقدر ان احنا نختصر الاوقات اللي بنقوم بيها بالمهام دي. المربع الاخير بقى ده غير هام وغير ضروري، يفضل ان احنا نستغنى عنه اساسا، او على الاقل نحد جدا من استخدامه، يعني استخدمه في اضيق نطاق، زي الموبايل والتلفزيون، البلاي ستيشن، الخروج مع اصحابي، كل دي حاجات مشتتات بتضيع الوقت وبتقلل الانتاجيه، فنحد منها ونستخدمها في اضيق نطاق. ومن اهم المهارات اللي لازم تتعلمها لو عايز تدير وقتك وتنظم حياتك صح، انك تعرف تقول لا لاي مشتت يحاول ان هو ياخدك ويقف ضد تحقيق اهدافك ويمنعك من انك تركز في اي حاجه، لان لازم وانت بترتب اولوياتك تكون فاهم كويس ان في حاجه هتيجي على حساب حاجه، فانت بتحدد ايه هو الاهم بالنسبه لك وبتختاره. يعني افتكر وانا طالبه في الثانويه العامه كنت ببقى قاعده في اوضه ومقفول عليا الباب وقاعده بذاكر، وسامع صوتهم بره، مثلا لو جالنا ضيف او حتى لو ما جاش ضيف وهم قاعدين كلهم مع بعض بيتفرجوا على مسلسل او جايبين فيلم او حاجه وقاعدين يضحكوا ويهزروا، وابقى انا قاعده جوه هتجنن عايزه اخرج اقعد معاهم، وابقى انا قاعده جوه مدفع المذاكره وهتجنن وهموت وعايزه اخرج اقعد معاهم. ساعتها كان لازم اني اختار واحدد ايه هو الاولويه بالنسبه لي، اني اخرج اقعد معاهم القعده الحلوه دي واضيع وقتي، ولا استغل وقتي ده في المذاكره وما ضيعهوش عشان بعد كده ما ارجعش اندم. اوقات كتير طبعا كنت بضعف قدام الاغراءات دي واخرج واقعد معاهم القعده الحلوه برده ما تتعوضش، لكن طبعا الصح ان انا ما اضعفش قدام الاغراءات دي واقدر اقاومها واقول لها لا واكمل في مذاكرتي وابص قدامي. القعده الحلوه هتتعوض، لكن الوقت اللي بيروح واللي كان المفروض استفيد منه مش هقدر ارجعه تاني. وطبعا اختيارك دوت في المقام الاول هيتوقف على قوه ارادتك، هل هتقدر تقاوم الاغراءات ديت وتختار الاولويه الصح، ولا هتضعف ومش هتقدر تقاومها. الاراده القويه هي اللي هتساعدك انك تحدد اولوياتك، وكمان انك تقدر تنفذها وفقا للخطه اللي انت حاططها. من غير الاراده للاسف مش هتقدر تنفذ خطتك ولا تمشي عليها، لان للاسف دايما رغباتنا بتكون ضد مصلحتنا. سبحان الله، النفس البشريه دايما محتاجه لاصلاح وتهذيب مستمر، وده ما يتحققش الا بقوه الاراده. وعشان كده واحنا بنحدد اهدافنا واولوياتنا وبنحط خطتنا لازم نحط في اعتبارنا 4 جوانب مهمه جدا 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 لتنميه وتطوير شخصيتك لتحقيق النجاح الشخصي. اولهم الجانب الروحي، وده لازم تغذيه وتهتمي بيه وتحط اوقات محدده للعباده، للصلوات، لقراءه القران، للاذكار، للتامل في خلق الله سبحانه وتعالى، للتامل في حياتك عموما. اوعى تنسى الجانب ده واوعى تغفل عنه. تاني جانب هو الجانب الذهني، وده بيعتمد عليك في المقام الاول في انك تطور نفسك وتطور مهاراتك وتنميها. تحاول دايما انك تتعلم مهارات جديده وتحسن من مهاراتك وتغير عاداتك للاحسن، تتعلم حاجات مفيده، اقرا، اسمع لناس نجحت، ناس ليها تجارب في النجاح وفي الفشل، كله هتستفيد منه. خلي دايما عقلك في حاله تدريب مستمر، ما تهملش الجانب الذهني لانك لو اهملته دماغك هتصدش. الجانب الثالث بقى وهو الجانب العاطفي. اي انسان عشان ينجح لازم له استقرار عاطفي في المقام الاول، لازم تكون علاقاتك العاطفيه كلها مستقره، سواء باهلك، باصحابك، بزوجتك، باولادك. الاستقرار العاطفي مهم جدا جدا للنجاح، لان للاسف لو مفيش استقرار عاطفي ده بيستهلك روحنا وبيطفي الحياه جوانا، فما بيبقاش فيه معنى لاي حاجه ممكن نعملها. وما تهملش ابدا ابدا الجانب الصحي، لانه برضو جانب مهم جدا، من غيره للاسف مش هتقدر تنمي اي جانب من الجوانب اللي قلناها قبل كده.
فلازم تهتم جدا بصحتك، تهتم باكلك، كل اكل صحي، تهتم بانك تلعب رياضه، تروح الجيم او تخصص وقت تلعب فيه رياضه في البيت، ان شاء الله حتى تمارين بسيطه جدا، استرتشات، جري في المكان، كل واحد على قد صحته. المهم ما تهملش الجانب ده، لان لو صحتنا مش كويسه للاسف ده هيكون عائق كبير جدا في وش نجاحك. وخلاص يا سيدي، بعد ما حددت اهدافك واولوياتك هقول لك على خطوات عمليه تساعدك في تنظيم واداره وقتك. اولا انك تبدا يومك بخطه، اعملها في بدايه اليوم او يستحسن انها تكون في الليله اللي قبلها. اعمل خطه لليوم من اول ما تصحى لحد ما تنام، ساعه بساعه، وحدد 3 اولويات تقوم بيهم النهارده، 3 بس، مش 4 ومش 5. لو خلصت ال3 اولويات دول خلاص احنا كده اعتمدنا اليوم يوم ناجح، وانت كده تمام. ثانيا استخدم قاعده 25 دقيقه، ودي تقنيه اسمها تقنيه بومودورو. اشتغل 25 دقيقة بتركيز وخد بعديهم 5 دقايق راحة. وال 25 دقيقة دي مش حاجة أساسية، ممكن تخليهم 25 دقيقة، 30 دقيقة، 40 دقيقة، 45 دقيقة، وخد بعديهم 5 دقايق راحة، أو ممكن يزيدوا شوية 10 دقايق أو ربع ساعة. يعني لو أنت بتشتغل ومركز ولاقي نفسك لسه عندك طاقة إنك تكمل، أنا رأيي إنك أنت ما تقطعهوش، كمل. بدل لسه مركز وحاسس إن استيعابك كويس، كمل ما تقطعش. بس مهم إنك أول ما تحس إنك أنت فصلت اقطع وخد 5 دقايق او 10 دقايق راحه. وقت الراحه ده يا ريت يكون فعلا وقت راحه، ما تعملش فيها اي نشاط يستهلك ذهنك. حاول انك انت تقوم باي نشاط يريح دماغك شويه، زي انك تتمشى مثلا شويه، قوم اعمل لك كوبايه شاي حلوه كده اطلع اقعد بيها في البلكونه، ممكن تقعد تتكلم مع حد، اقعد كده مع نفسك ساكت، فكر وتامل، لكن ما تمسكش موبايل ولا تقعد قدام تلفزيون. خليهم 5 دقايق او 10 دقايق راحه في هدوء. ممكن برضو تلعب رياضه حلوه جدا. ثالثا مهم جدا طبعا انك تنظم مواعيد النوم والصحيان. حاول تصحى ساعه بدري قبل الناس، اصحى الساعه 5 صباحا، وشوف بنفسك الساعه دي هتفرق معاك قد ايه في انجازك وفي تركيزك. وده حقيقي عن تجربه، وتقدر تشوف شرح كتاب نادي الخامسة صباحا احنا شارحينه على القناه لو حابب تعرف اكتر عن التجربه دي. رابعا طبعا لازم تبعد عن المشتتات، الموبايل ده اكبر لص بيسرق وقتنا. يفضل انك تخصص وقت معين تتصفح فيه السوشيال ميديا وترد على رسائل وتعمل مكالماتك واي حاجه انت عايز انك انت تعملها. كمان ابعد عن التلفزيون، وبعد ما يخلص الوقت المخصص ده يا ريت تبعد عنك التليفون تماما. خامسا مهم جدا انك تستخدم تطبيق او وسيله لتنظيم وقتك. استخدم التكنولوجيا في انك تنظم وقتك وتدير مهامك. في تطبيقات كتير معموله دلوقتي لتنظيم الوقت زي جوجل كليندر، جوجل تاسكس، نيشن، وتطبيقات كتير جدا بتستخدم في اداره الوقت. او اضعف الايمان انك تستخدم الورقه والقلم، ودي الطريقه اللي انا شخصيا بفضلها وبحبها، عشان مش عايزه التليفون دايما يكون في ايدي او جنبي. فيفضل جدا، وده تفضيل شخصي، ان انا استخدم الورقه والقلم في ان انا احدد مهامي واعمل جدول ليومي، انظم فيه وقتي، كل مهمه ولها وقت معين هقوم بيها، وكمان انظم الوقت اللي هنام فيه والوقت اللي هصحى فيه، الوقت اللي هعمل فيه رياضه، الوقت اللي هاكل فيه، اوقات العبادات. كل دي حاجات لازم تتحط في جدول يوم. سادسا هاكد عليك تاني، لازم تتعلم تقول لا لاي حاجه هتضيع وقتك. يعني مش هتبقى قاعد على المذاكره وخلاص مندمج جدا ومركز، وفجاه واحد صاحبك يتصل بيك تسيب كل اللي وراك وتجري تاني. لازم تتعلم تقول لا. سابعا قيم يومك قبل ما تنام. اسال نفسك، هل انا يومي النهارده استغليت وقتي صح؟ ايه اللي انا انجزته وايه اللي ما قدرتش انجزه؟ ولو اخفقت ما تقلقش، بكره عندك فرصه تانية انك تكمل وتستمر. استغل كل دقيقه في يومك، ولو ركزت هتلاقي ان في اوقات كتير بتكون ضايعه بين المهام، زي لو رايح كليتك او رايح شغلك، في وقت كتير قوي بيضيع في المواصلات. الوقت ده ممكن تستغله في مهمه معينه، زي مثلا انك تقول الاذكار او تقرا ورد القران اللي انت المفروض محدده لنفسك النهارده، او يكون معاك كتاب تقراه في الطريق مثلا. وحاول كمان انك تربط المهام ببعضها، يعني ممكن وانت بتقوم بمهمه تعمل مهمه تانية معاها، زي الوقت اللي مخصصه عشان تمارس فيه رياضه المشي، ممكن تستغله برضو في انك تسمع حاجه اثناء المشي ده، او لو انت واقفه في المطبخ بتعملي اكل لاولادك ممكن تكون في حاجه جنبك شغاله بتسمعيها بتستفيدي منها. ودي الحاجه اللي انا على طول بعملها، انا دايما وانا شغاله في المطبخ بيبقى في حاجه جنبي سامعاها، سواء اذاعه القران الكريم شغاله جنبي، او ان انا بسمع فيديوهات على اليوتيوب، او بسمع بودكاست، او اي حاجه تشغل دماغي وتديني معلومات وانا واقفه كده على الجهاز. تنظيم الوقت والمهام ده هيفرق معاك بعد كده جدا جدا جدا، هيخليك دايما حاسس بهدوء وبسلام نفسي، وده حقيقي لان الكعبله بتاعت الوقت دي بتخليك دايما حاسس ان في حد بيجري وراك، وفي دايما صراع جواك، وبتنام وانت ضميرك مش مستريح. لكن لما بيبقى وقتك متنظم وعارف كل يوم ايه اللي المفروض تعمله وايه اللي المفروض تنجزه،
ده هيفرق معاك جدا في هدوءك وفي سلامك النفسي. بالاضافه انك هتحس انك بتنجز اكتر، مش هتحس لان انت فعلا هتكون بتنجز اكتر. واحساس الانجاز ده المخ بيعتبره في حد ذاته مكافاه، فبالتالي مخك بكره هو اللي هيحفزك على تنظيم وقتك تاني، وهتستمتع جدا وانت بتحط الخطه لتاني يوم. وكفايه انك هتحط راسك على المخده وضميرك هيبقى مستريح، مش بتلوم نفسك على الوقت اللي ضاع واليوم اللي راح، وكان المفروض اعمل كذا وما عملتوش ويومي راح ووقتي ضاع. لما تنظم وقتك هتبدا كمان تحس ان حياتك بقى ليها شكل وليها معنى وليها اتجاه معين ماشيه فيه، وانت اللي سايق مش حد تاني. بالاضافه وده مكسب كبير جدا، انك فعلا هتكتسب احترام الناس وتقديرهم، لانك ساعتها هتكون فعلا شخص ملتزم ومنضبط، وتستاهل انك تكون قدوه لناس كتير. واخيرا الوقت هديه لا تقدر بثمن، ما تضيعهوش. وابدا دلوقتي، كل دقيقه بتستغلها صح بتكون خطوه في طريق تحقيق حلمك، وكل دقيقه بتضيع بتبعدك عنه. ابدأ دلوقتي عشان حلمك يستحق. ولو استفدت من الفيديو شير لغيرك عشان يستفيد زينا، وما تنساش تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة. ويا ريت تقولوا لي في الكومنتات ازاي بتتعاملوا مع الوقت، وازاي بتقدروا تنظموا وقتكم، وايه الخطة اللي هتعملوها من النهارده. واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كنت معاكم نجلاء عبد الغني، وهنا برنامج بالهجايز. مع السلامة.